فهو بيدي أوفا النهارده كان أداؤه ممتاز، ياخد 7.1. محمد هاني ياخد النهارده عمل اسيست، ياخد 7.5. تمام، أداء جيد من هاني. ياسر إبراهيم 7.6، أداء ممتاز. ياسين مرعي 7.2. كوكا 7. ديانج 7. مروان عطية 7.2. إمام عاشور كان ممتاز النهارده في المباراة بصراحة، ياخد 7.5. زيزو 6.6، أداء متوسط من زيزو، كان عنده مس باص كده ولخبطة في أداءه زيزو. نجم المباراة النهاردة تريزيجيه 9.2، أداء ممتاز من تريزيجيه، هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف، عمل هدف ممتاز النهاردة، ياخد 9.2 تريزيجيه. مروان عثمان أول مباراة ليه مع النادي الأهلي، ويعتبر أداء إلى حد ما كويس من مروان عثمان، ياخد 6.5. تمام. البدلاء جراديشار ياخد 7. فرص هدرها جراديشار في المباراة، بالرغم ان هو كان برضو من ضمن المساهمين في اداء الاهلي في الشوط الثاني، كان اداؤه جيد. جراديشار ياخد 7. بن رمضان 7.2. طاهر 6.4. احمد عيد الوافد الجديد ويحسن الشحات، الاثنين ما فيش تقييم لان هم نزلوا اساسا في الدقيقة 89 اخر المباراة يعتبر. في مجمل المباراة أداء متوسط من النادي الأهلي. طبعا محتاجين نركز الفترة الجاية على بعض الأخطاء الدفاعية اللي بتحصل. تمام، لولا تألق مصطفى شوبير النهارده في كام كورة كان ممكن فريق يانج افريكا تنزانيا على فكرة فريق قوي جدا وممتاز وفريق منظم، يعني برضه مش فريق ضعيف اللي هو تستهون بيه. ومباراة العودة عايزة تركيز لأنها هتبقى صعبة. الكلام اللي بيتقال ان دي سهله وكلام زي كده، لا الكلام ده مش صح. الفريق يانج افريكان التنزاني فريق قوي، ومباراه العوده هتكون صعبه، محتاجه تركيز من النادي الاهلي عشان نخرج بنتيجه ايجابيه في مباراه العوده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.